be alone not lonely. يا شباب عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، فلوج جديد. بس النهارده صاحي متأخر، صحيت الساعة 3:30. الساعة دلوقتي داخلة على 4. النهارده ورايا تمرين الساعة 8:30. اليوم النهارده اتضرب بالنار خالص، بس عادي يعني. ده يثبت لك ان الحياة مش بتبقى كلها بيرفكت وجامدة، في أيام في النص بتيجي بتبقى بايظه. بس اللي بيفرق بقى الشخص الناجح عن الشخص اللي مش ناجح. الشخص الناجح بيعدي الايام دي عادي، يعني بيبقى هو مدرك ان الايام دي عادي بتيجي وبيحاول يتخطاها على قد ما يقدر. والشخص اللي مش ناجح، مش عايز اقول عليه فاشل بس مش ناجح، اللي هو لما بيقع في الايام دي، اللي هو الايام اللي انت بتبقى فيها مش في كل، يعني مش بتنام كويس، مش بتاكل كويس، مش بتعمل اي حاجه كويس، بيفضل مكمل فيها كتير بقى. يعني خلاص طالما هو وقع في الايام دي مش بيطلع منها بسهوله. هو ده بقى انا الشخص اللي مش ناجح اللي مش بيطلع من الايام دي بسهوله. فهشوف هنعمل ايه قبل التمرين. النهارده ورايا تمرين بوكس، شوف بقى ايه اللي انا اقدر اعمله قبل التمرين، وبعدين نطلع التمرين على طول. نشوف بقى ايه اللي هيحصل. انا لسه مش عارف اي حاجه واليوم متلخبط، بس يعني تمام. فاعتقد ان انا دلوقتي هروح افطر لان انا جعان قوي. فيلا بينا، ليتس جو. وجعان الفترة دي. بفكر اخد كرياتين، فاللي يعرف نوع كويس من الكرياتين يكتب لي في الكومنتات، عشان بفكر اخد كرياتين الفترة دي. كنت بشوف ناس بتكسر البيضة بايد واحدة، حاولت اعملها. كنت كسرت البيضة بالقشر في في الطاسة. فليه الفزلكة يعني؟ ليه؟ ما بايدي الاتنين، هو ربنا خليلي ايدي اتنين، استخدم ايد واحدة ليه؟ مش فاهم يعني. بس انا مؤخرا بقيت اكره بجد، ببقى يعني بكره طعم الواي بروتين. بقيت اشربه ولا اكنه دواء، بجد بشربه بالعافيه. مش عارف ده ليه، مع اني في الاول كنت بحبه وطعمه كان جامد قوي بالنسبه لي، بس الفتره دي لا. عصري بيأذن برضه، فهناكل. احاول اكل بسرعه وننزل نلحق العصر في الجامع. فتعالى نعمل البيض ده بسرعه. يعني انا الفتره الاخيره دي لما قعدت ادور على حاجات كرياتين كويسه، شركات مصريه يعني، لقيت ان الكرياتين هو يا اما الماني يا اما صيني. بس احسن واحد لقيتهم بيتكلموا عنه الماني اسمه كيريا باور، والصيني كان فيه تراكتور. انا مش عارف اجيب ايه، يعني اللي عنده فكره اشتري كرياتين ايه فيكتب لي في الكومنتات. بيض وخيار. فناكل بسرعه ونروح نصلي العصر. انا اكلت، اتوضيت بسرعه ولبست. يلا بسرعه نلحق العصر. الحمد لله صليت. فنطلع بقى نشوف هنعمل ايه. مش قادر اعمل حاجه بصراحه، فهاكل تاني وجبه اللي هي وجبه قبل التمرين. بعد كده ناكلها ونلبس ونطلع التمرين على طول. فيلا بينا. انا خلصت اكل، فيلا نلبس بسرعه عشان نلحق التمرين، عشان انا شكلي متاخر. يا جدعان نسيت حاجه مهمه يا جدعان. نسيت اللي مش بحب طعمه خالص، بس يعني اي حاجه تسد معانا يعني. هو اعتقد المفروض 200 مللي. ليتس جو. ابقى شايل هم الوقت اللي انا هشرب اخلص فيه. مش عارف اعمل كده ليه. لسه بصراحه ببقى شايل هم الوقت اللي بخلص فيه التمرين وبشرب فيه البتاع ده،
والله كنت في الاول كنت بعشقه بيبقى طعمه تحفه ومش عارف ايه. بس مش عارف ايه اللي حصل، بقيت اكره حاجه اسمها واي بروتين. الحمد لله لسه نازل من العربيه، والحمد لله مش متاخر يعني. بس الجو جامد قوي يا جدعان، اقسم بالله. آه، بصوا للشروق، الغروب قصدي. يا جدعان انا ركبت تاني مواصله كمان كده. كنت فاكر الطريق ساعتين بس الطريق طلع نص ساعه باين. فكويس. انا ركبت مواصله كمان وهتمشى دلوقتي حوالي 10 دقايق او اقل، كمان 5 دقايق وابقى هناك. في بقى حاجه كنت عايز اتكلم معاكم فيها، اللي هي بي الون نوت لونلي. اقسم بالله يا جدعان الحوار ده مش جامد؟ دي اكتر حاجه بجد انا فرحان ان انا عارف اعملها ومتاقلم عليها. وانت لو عملت اللي انا هقول عليه كمان شويه ده، بجد هتشوف فرق كبير قوي في حياتك. اللي هو ايه بقى؟ بي الون يعني خليك لوحدك، بس نوت لونلي، اللي هو مش وحيد، لان هي بتفرق ما بين انا لوحدي واني وحيد. لان الوحده ده احساس، يعني انت ممكن تبقى حواليك ناس كتير قوي بس برضو حاسس ان انت وحيد. ملهاش علاقه قوي بعدد الناس اللي حواليك، هي بتفرق بالاحساس اللي انت بتحسه. حتى يعني انا لوحدي بس مش حاسس اني وحيد تماما، وقادر اعمل حاجات كتير قوي من غير ما حد يزعجني. بصوا، هو انا مش عارف اوصل لكم قوي اللي في دماغي، بس اعتقد انتوا فاهميني. اللي هو اصلا الجمله شارحه نفسها، بي الون نوت لونلي. يعني ابسط نفسك بنفسك، اعمل كل حاجه مع نفسك، بس ما تحسش انك وحيد. يعني في ناس لوحدها ومش حاسه ان هي وحيده، وفي ناس وسط ناس كتير وحاسه ان هي وحيده. فهي زي ما قلت مش بعدد الناس اللي حواليك، بطريقه تفكيرك وبالحاجات اللي انت بتعملها في يومك. وعايز اقول لكم على حاجه كمان، ودي انا سمعتها والجمله دي عجبتني قوي: كلما زادت مهاراتك قلت احتياج ليك للناس، وكلما زادت مهاراتك زاد احتياج الناس ليك. فاهمين؟ فده اللي انا قصدي عليه يعني. بس انا خلاص اهو قربت على التمرين وبس. يعني ده كان كل اللي انا عايز اقوله. انا خلاص داخل على التمرين اهو. دلوقتي اخش الحمام واغير وكده، اغسل وشي واتوضى واصلي المغرب. بص التمرين فاضل عليه حوالي ربع ساعه. يا جدعان الكوره وحشتني اقسم بالله، بس بقيت اكرهها باللي عملته فيا. ما علينا يا جدعان، ده النور مطفي. الرابط اتوضى، بعد كده نروح نصلي المغرب، بعد كده نبدأ تمرين. يلا بينا. يا جدعان انا ما اتوضيتش رجلي، اتوضيت بالعشراب. فاللي يعرف حكم ان انا اتوضى يعني على الشراب يقول لي عشان مش عارف بصراحة كده صح ولا غلط. نروح نصلي. والله يا جدعان وحشني لعب الكورة، بس يعني مش عارف ممكن ارجع تاني ولا لا. بس ما اعتقدش بصراحة. بس انا يعني اقسم بالله كنت لعيب قوي. بس يعني خلاص عادي. انا اصلا كان ليا اكونت على الانستجرام، بس انا شلت كل حاجة عليه دلوقتي. كان في يعني وانا بعمل فري ستايل. ممكن بعد ما اصلي لو التمرين لسه ما بدأش اثبت الكاميرا في كورة هناك اهي، هوريكم كام حركة كده.
ف يلا يلا هبقى اوريكم فري ستايل بعد ما اخلص تمرين، عشان التمرين هيبدأ دلوقتي. المفروض دلوقتي ان انا هروح اسخن، هخلص تمرين واوريكم شويه حركات كده فري ستايل بالكوره بعد ما اخلص. اه يا جدعان، بص انا خلصت تمرين وبجد مش قادر اروح العب بالكوره. اعمل لكم حركات فري ستايل ممكن اما اروح بقى، بس انا مش قادر بصراحه. فمشيت ودلوقتي حان وقت البروتين. اه يا جدعان، اخيرا اخر بق. عذاب كل يوم. يا جدعان رشحولي كرياتين كويس اجيبه، عشان محتار بصراحه. يلا 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 بسم الله. عدينا اول واحده بسلام. والله ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ يلا يلا يلا. ها اخيرا ضن. عدينا بسلام. نركب بقى ونروح واقابلكم هناك في البيت، او مش عارف بقى، نشوف بقى هنعمل ايه. اه يا جدعان، اه يا جدعان اخيرا روحت. هقعد اكل دلوقتي، بعدين استحمى نشوف بقى نعمل ايه. هستحمى واصلي، بعد كده نشوف هنعمل ايه. شباب، لسه خارج من الحمام، صليت العشاء. خلاص انا مش قادر بصراحه، عايز اخش انام. بس قبل ما انام في حاجه اخيره عايز اعملها. عايز اكد عليكم ان انتوا تقولوا لي نوع كرياتين كويس اشتريه. انا عايز الفتره الجايه ابدا اخد كرياتين، وهوريكم دلوقتي شكل جسمي قبل ما اخد كرياتين، من غير بامب من غير ولا اي حاجه. انا لسه خارج من الحمام، لسه مخلص صلاه. عايز اوريكم جسمي قبل ما ابدا اخد كرياتين، وان شاء الله لما تقولوا لي على نوع كرياتين كويس وابدا اخد كرياتين لمده فتره، يعني فتره محترمه، نبدا بقى نشوف بقى شكل جسمي قبل وبعد. فهوريكم دلوقتي شكل جسمي، وده اخر شيب انا واصل له. وبتمرين 3 ايام بس في الاسبوع، انا بتمرن 3 جيم و3 بوكس، 3 ايام جيم و3 ايام بوكس ويوم راحه. دي اخر نتيجه انا وصلت لها، فهوريكم دلوقتي وقولوا لي رايكم برضو، وبعدين نروح على السؤال بتاع النهارده. يلا بينا.
خلاص انا كده وريتكم اخر نتيجه لجسمي قبل ما اخد الكرياتين او قبل ما استخدم الكرياتين. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات ويلا بينا على السؤال. بصراحه يا جدعان كده قعدت ادور شويه على كومنت ارد عليه ويبقى في حاجه مهمه اقدر ارد عليها وافيد الناس بيها، ما لقيتش، فهحط لكم احسن 3 كومنتات جولي الفترة اللي فاتت هحطهم لكم هنا على الشاشة. ولو عندك سؤال سيبهولي في الكومنتات ممكن ارد عليه الفيديو الجاي، ولو مفيش برضه هحط احسن كومنتات. وبس ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك، وسلام.